السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير فتم صحة وأفضل حال. أخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير كل حبايبي طبعا. آه، اللي أنا بوحشهم أكيد هم وحشوني. تمام، ده كده بقدونس ولا مش عارفة كزبرة تقريبا. المهم عاملين بيها ايه؟ ديكور كده، ديكوريشن. هنعمل ايه يا ام امنيه النهارده؟ ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده جامد جامد من آه من ايه من الانواع الجامده يعني. هنعمل ايه؟ هنعمل فراخ مشويه النهارده. معانا فرخه كده بسم الله ما شاء الله محترمه كده زي ما انتم شايفين، حجمها كبير. غسلتها طبعا كويس جدا. تمام، بصوا الفرخه نظيفه وجميله. انا طبعا خليت بتاع الفراخ فتحها لي شوي كده. تمام. ماشي، هنفتحها معاكم بما اني انا مسكتها بقى بايديا. ببدأ انغزها كده الاول. لا، هنغزها بالسكينة دي. بنغسل طبعا الفراخ كويس جدا واجي اعمل لها كده نغزات من جوه. هي فرخة يعني ما شاء الله كبيرة كده شوية. بعمل لها كده فتحات بحيث التتبيلة بتاعتنا تدخل كده في الفراخ. هنعمل بقى فراخ جامدة بتتبيلة تحفة. تمام. من جوه بنغزها كده، من بره بقوم مشرحاها بالسكينة. بصوا عندي الفرخة زي الفل ما فيهاش اي حاجة. بشيل كده الكبدة اللي بيقولوا عليها دي من هنا. بصوا من هنا لو انتوا شايفيني، هنا كل اللي عند الضلوع ده كده بشيله. باجي هنا اقلبها كده اهو. ببدأ انغزها برضو واشرحها كده بالمنظر ده. اوديها كده برضو نغزات، لان النغزات دي بتساعد ان الفرخة تتبل كويس. مش عارفة مش عايزة تعمل ليه معايا. سيبوني كده اغسل دي اهو. بعملها كده برضو بفتحها كده اهو من عند الصدر، عشان الصدر طبعا اللي ايه بيبقى عليه كده مش بيستوي بسهولة. بفضل اعمل فيها كده اهو زي ما احنا كلنا عارفين. يعني لازم نظبطها كده ايه، ونديها كده ايه نغزات وفتحات. المهم ان احنا ايه نشوهها يعني نشوه الفرخة بتاعتنا علشان خاطر تشرب من التتبيلة، وبالذات من عند الصدر هنا اهو كده. تمام. يلا بقى تعالوا ايه نركنها على جنب ونشوف الخلطة الجميلة بتاعتنا. نجيب كده الكبة. تمام، معايا الكبة بتاعتي. تعالوا بقى نقول على الحاجات الاول. معايا هحط طماطمتين او 3، معايا بصلاية كده محترمة، معايا ليمون، معايا فلفل حار، معايا كيسين من الكاتشب كبار كده، معايا هنا بقى بهارات فراخ، بابريكا، بصل بودر، توم بودر، شوية جنزبيل، ملح، ومعايا هنا شطة وملح وكمون. تمام. نركن الجهاز كده على جنب. اجي اقطع هنا طماطمتين حلوين بسم الله اهو. بالمنظر ده. هقطع البصل وهحط معلقة عسل ابيض وهحط كام معلقة زيت. دي كده كل الحاجات بتاعتنا هنضربها كده في الكبة اهو. احط طماطمية كمان. يلا ان شاء الله مع حد حوش. احط 2 قرن فلفل كده سبايسي عشان تبقى حلوة. بصوا بقى هقول لكم على حاجة حلوة. انا مش بحط الليمون بقشره، انا بقشرها. انا هحط ليمونة كاملة. هحط شوية خل. تمام. بصوا انا قشرت الليمونة علشان ما تمررليش يعني فيها حتة صغيرة مش مشكلة اهي. ده كده كان حتة فلفل برضو نحطها. كل ده كده بنحطه في قلب ده النص ليمونة ده. اقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. ببدأ احط شوية خل كده، يعني قيمة ربع كوباية خل. بجد الخلطة دي جربوها بجد جبارة. هفتح هنا الاتنين الكاتشب. هنزل بقى بكل دول التوابل بتاعتي اهي.
تمام كده زي الفل. هنزل بالكاتشب اهو، افتح الاتنين الكاتشب كده اهو وانزل بيهم اهو. الكاتشب برضو بيديها لون كده وتستحل. عايزه تحطي بقى دبس رمان اللي يعجبك بقى، اللي انت حباه وعيالك بيحبوه حطيه. خلاص كده تمام زي الفل. انزل بس كده، امسح ايدي تمام كده. ارمي دول كده هنا. هاجي احط هنا شويه من الزيت اهو. احط كده يعني ايه 3 معالق كبار كده من الزيت. هما فيها شويه الازازه هحطهم، وهضيف زيت تاني يعني متقلقوش. هنا ده عسل ابيض، شايفينه ده عسل ابيض. هحط معلقه عسل اهي. ما عندكيش عسل ممكن تستبدليها بسكر. العسل بيدي تست حلو برضو وبيدي لون حلو. هحط بقى ملح واحط فلفل اسود. ادي فلفل اسود شويه. احط شويه شطه، نحط طبعا فلفل مظبطه اهو. وهحط ايه تاني؟ هحط شويه ملح كمان اهو. كده كله زي الفل. حطيت كده كل حاجه تمام. هبدا اضرب بقى الخلطه دي. بصوا الخلطه شكلها روعه. هعمل الخلطه دي كلها وارجع معاكم تاني. حبايب قلبي خلاص عملت الخلطه اهي الرهيبه بجد. خلطه تحفه، جربوها مش هتندموا. مش عايزه تطلع عليها اهي. خلطتنا تحفه كده وشكلها جميل. جبت بقى صينيه معايا نص ليمونه اهي. هبدا احط بقى كده الفرخه. اشيل بقى البقدونس ده كده، الكبده والقمصه بتاعتهم. ده بقدونس يعني مش مفيهوش اي مشكله. خلاص بقى الطبق ده كده يتحط عشان ارميه بقى البقدونس ده خلاص. هبدا بقى ادعك الفرخه كلها كده بالليمون اهو قبل ما احط الخلطه عليها تمام. انا غسلاها وزي الفل على فكره، بس انا ايه الليمون برضه هيديها تست كده حلو. بعملها بس من جوه تمام. خلاص كده. وهبدا بقى اشيل دي كده اهو، انفضها كده من الخلطه دي. وانفض طبعا اللي في اهو اللي في الغطا ده. وهبدأ بقى ايه انزل بالخلطة دي كده كلها على ايه على الفرخة. انا بقى هظبطها بايديا عشان ايه مبقاش ايه يعني كده قدامكم. انا جبت حاجة ضيقة كده بحيث ان الخلطة تبقى ملمومة فيها. فاهمين قصدي؟ اهو يا رب تكونوا شايفين. تكون الخلطة كده ايه يعني الفرخة متشبعة بيها اهو. لسه طبعا الخلطة دي هتنزل تحت كمان. دي برضو يستحسن ان انت تبيتيها. انا مش هبيتها تمام. انا مش هبيتها، بس على الاقل ممكن تقعد 3 ساعات فيما فوق براحتك خالص. وبعد كده نشويها. حبايب قلبي اهو نغستها برضو كده كام تنغيزه بالسكينه. والخلطه زي الفل اهي. مكفياها ومغرقاها عشان ايه كل حته تدخل طبعا ايه فيها التتبيله تمام. هبدا بقى اشيلها في التلاجة اغطيها تقعد 3 ساعات دي اقل حاجه. وبعد كده ان شاء الله نطلع ايه. بصوا الخلطه يعني كافيه قوي ليها. نشويها ان شاء الله على الشوايه بتاعه الفراخ. حبايب قلبي تبلناها كده حوالي 3 ساعات ونص تمام. معايا بقى الشوايه ومعايا الصينيه دي. الصواني دي انا بسوي فيها كحك وحاجه العيد يعني. ومعايا الشوايه دي. هبدا كده ادهن الشوايه يعني زيت كده علشان خاطر ايه. انا حطيت كده مج كبير من الميه في الصينيه تمام. مش عارفه فين، مش عارفه اجيب الفرشه.
ماشي، ما علينا. هاخد شويه كده بايدي مش مشكله، كده كده انا همسك بقى اهو، وهبدا اعمل كده الشوايه كده بالزيت. تمام. وهنمسك بقى الفرخه بتاعتنا، شايفيني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني بس، عايزه ايه افتحها كده بحيث ان هي ايه، وديها برضو كده فتحات اهو كده. هي تمام قوي معايا. هبدأ افردها اهو. هبدأ احط بقى الكبدة والحاجات دي كده هنا برضو اهو. وهبدأ انزل كده بالصوص ده كله عليها اهو. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله دي تحفه اهو. زي ما انتوا شايفين كده اهو. الم بقى كده كل التتبيله دي خلاص كده اهو. هبدأ بقى اقفل الشوايه بتاعتي اهي، بتقفل كده. هي طبعا فيها الحديده بتاعتها اهو. بس كده قفلتها زي الفل. هبدأ كده ايه، ايدي مزحلقه. انا هغسل ايدي بقى واعملها واحطها بقى في الفرن. تمام. طبعا هنولع من فوق ومن تحت ونشوف معانا ان شاء الله الفراخ بتاعتنا. بقلبي خلصنا بقى الفراخ. بصوا الجمال بجد، فراخ تحفه تحفه تحفه، تتكلم عن نفسها وحاجه كده ايه مش قادره اقول لكم. احط لها كده شويه بقدونس عشان يبقى شكلها كده حلو. وانا حطيت كده شويه من تحت، بجد مستويه وهوريها لكم دلوقتي. وشكلها زي ما انتم شايفين كده وغايه الروعه. عملناها معاكم، يا رب الفيديو يعجبكم. تعالوا كده بقى نشوف. بصوا الفراخ دايبه ازاي، بصوا بتطلع معايا ازاي بكل سهوله، بجد روعه. بصوا اللون، بجد شكلها واو. الله الله على الجميل، طعمها بجد خرافه، والله العظيم تحفه. بصوا جميله جميله يعني مش عايزه كلام. هنعمل سلطه وعملنا رز ابيض وهنعمل طحينه. عايزه انت بقى تعملي جنبها مكرونه، مفيش مشكله، اللي يعجبك. يلا، لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش بلايك وشير. بحبكم في الله، احلى اخوات، مع السلامه.